هنعمل سلطة الدقوس. سلطة الدقوس معروفة، بنقدمها مع الكبسة، مع البرياني، مع المشبوس، مع البخاري، مع الأكلات الخليجي دي بتاعتنا. ممكن بتقدميها كتغميسة مع البتنجان، مع الفلفل، مع الفول. لو انت ممكن حابة تقلي فلفل وبتنجان وحطيها كده من فوقيهم، هتاخدي طعم بيرفكت رائعة حقيقي مع البتنجان والفلفل، فظيعة جدا، جربوها مع البتنجان والفلفل هتعجبكم. وممكن تسلقوا البتنجان وتحشيه الحشوة دي. هنحتاج هنا حبايتين طماطم كبار، لو في وسط خليهم 3. وهنحتاج يعني بصوا حبة كزبرة صغيرة، كزبرة خضراء، هي أساسها الكزبرة الخضراء مش البقدونس. وهنضيف حبة فلفل أخضر، لو انت حابة تضيفي فلفل شطة معاها ضيفي. هي ناس كتير بتضيف الشطة، احنا لا مش هنضيفها. انت حابة تضيفي يعني قرن واحد. وهنضيف عصير نص ليمونة، وهنضيف معلقة كبيرة خل، وهنضيف فص ثوم واحد. بصوا أنا جربتها كتير ان اضيف التوم 3 او 4، لقيتها بتعمل حموضة وحرقان، فخفوا من التوم، يعني يكفي فص واحد كبير بس، ما تزوديش اكتر من كده. انف فص التوم بصراحة كافي قوي. هننزل بالخضار بتاعنا في الكبة، وهنحط عليه عصير نص ليمونة، ومعلقة كبيرة خل، وملح وكمون. في ناس بتضيف فلفل اسود، انتوا حابين تضيفوا فلفل تضيفوا، ولكن انا شايفاها بالملح والكمون حلوة جدا جدا. في البتنجان المقلي في الزيت او البتنجان المسلوق العروس بتبقى رهيبه. بعد ما تسلقيه بتصفيه من الميه، افتحيه من المنتصف واحشيه السلطه بتاعه الدقوس، بيبقى تحفه بجد. او البتنجان العروس المقلي في الزيت اقليه، بعد ما يصفى من الزيت ويبرد احشيه نفس اصل سلطه الدقوس دي هي التتبيله اللي احنا بنعملها للبتنجان، ما بتختلفش على فكره. اعملوها سهلة بسيطة حلوة جدا جدا. وممكن تحمري بطاطس وتاخدي صباع البطاطس مثلا والسقسقة فيها، برضو جميلة جدا. ليها كذا طريقة في الأكل يعني حلوة. ممكن هتقلوا بيض وحطيها تغميسة جنب البيض. ممكن مثلا حمرت بطاطس اللي هي الكور، سلق البطاطس اللي بتبقى صغيرة، بطاطس الكور، البطاطس بتبقى مسلوقة وبتتحمر. ممكن تجيبي بطاطس من الصغيرة اسلقيها في المية، وبعدين قشريها حمريها في الزيت، رش عليها بقى توم باودر، بصل باودر، زعتر، ملح، فلفل اسود، كمون. وبعدين قدمي سلطة الدقوس جنبها، بتبقى رهيبة. ممكن تعملي اومليت وبيض وتحطي سلطة الدقوس جنبها. الحاجات دي افكار مثلا ممكن لو انت عايزه تتغدي غدا سريع ويكون حاجات ايه بسيطه. حمرت بطاطس بقى، قليت بدنجان، قليت فلفل، سلقت بيض، عملتي بيض اومليت. الحاجات اللي هي بتاخدش وقت معاكي وخلاص، وخلصت وهتبقى عايزه تاكلي. والحمد لله على كده. اعملوها بسيطه جدا وسهله. وبس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.